فاول لصالح فالفيردي اللي دخل في العمق رودريجو وطلع فالفيردي لهذه المباراه. 5 دقائق اولى ريال مدريد بنفس التشكيل النهارده في حراسه المرمى الفارو 7 لكن لم يتم احتسابها. امامنا هنا الدافع الواضح السقوط مارك روكا وحكم اللقاء فاول لريال مدريد. بدايه قويه من جانب ريال مدريد. مستوى طرد اللاعبين والعصبيه والنرفزه اللي كان معاهم قبل ان ياتي هذا الرجل. مره ثانيه كره الاستلام اللي بيستلم امامنا انتوني النجم رقم 18 والمهاجم اورتس فضلوا على بيلرين لكن يطلع بالكره خارج الملعب. اليخاندرو هرنانديز ومطالبه بركله جزاء في اللقطه الماضيه. ادي امامنا انخيل اورتس 21 سنه يلعب لقاءه الخامس على مستوى محاوله المرور عن طريق البرازيلي انتوني رويبال لكن تصل مره ثانيه محاولات بدل الدلع اللي كان مع كارلو انشيلوتي. ودي امامنا هنا لكن كره عرضيه المره دي ابعاد تسديده فالفيردي القويه الى خارج الملعب. ايضا بيبدا النهارده كامافينجا مكان جولان وكذلك جونسالو جارسيا اللي بيعوض غياب مبابي خصوصا بعد رحيل اندريك البرازيلي. مباراه اليوم اهو فينيسيوس في انطلاقه. اقول لحضراتكم التعديلات على القوي. مانويل بيليجريني دائما وابدا بيعتمد 90 سنه ليجا هو لاعب 60 انطلاقه. فينيسيوس يحاول ان يصل الى المرور. ادي امامنا هنا اعتقد فيها انذار لكن حكم اللقاء فعلا فيها انذار. اول انذار في اللقاء لانخيل اورتس. فارق السرعات فارق الخبرات. انخيل اورتس عنده 21 سنه. طبعا ايمرسون رويال برويديجر مره ثانيه. فينيسيوس التحضير محاوله هذه المباراه. ادي رودريجو الكرات العاليه. ادي التحضير محاوله فينيسيوس اول اهداف في اللقاء. بريرا وفرصه كاريراس. يا راجل جونسالو جارسيا عملها البيلينجهام لكن طويله ويضيع كاريراس لكن برافو جونسالو جارسيا النهارده حلوه قوي يا ولد. ادي تشواميني لعب مارك مره الانطلاقه السرعه التحول 4 عدى بالسويسري ريكاردو رودريجيز. ادي المرور ولا من جانب رودريجو لكن يتصدى الحارس الفارو بيأس الى خارج الملعب لركله ركنيه ثالثه في اللقاء. الريال امامنا احدى من الحلول في ظل التكتل لكن شوف هنا بيلينجهام يصنع ورودريجو هدف في مرمى الافاس وهدف في مرمى المان سيتي. رودريجو ارتقاء براسيه كان من جانب اللاعب قطع كده وكان ممكن تبقى هجمه واعده. بيلينجهام امامنا عرضيه فينيسيوس ابعاد كامافينجا لكن يتدخل الحارس وفي فاول كامافينجا يدخل بقوه مع الحارس الجديد والوافد الجديد الفارو بياس. امامنا الحارس القادم من ناس بالماس. امامنا فرصه كبيره جدا. لا يملك الطول يعني مش من لاعبين الطوال. اوتور رويبال المرتدات طبعا الزلزول الاثنين اللي مع منتخب المغرب. واحده بالكرات الخطيره الفريق اللي بياتي من اشبيليا. مره ثانيه الهدف الاول عملها اللاعب الشاب. اذا في غياب مبابي في هذه اللقطه رودريجو يصنع ويسجل جونسالو جارسيا. امامنا هو تألق في كاس العالم للانديه وسجل في الهلال وليد سالزبورغ ويوفنتوس ودورتموند 4 اهداف ويضع اول اهدافه في الليغا الاسبانيه. جونسالو جارسيا الضغط امامنا هنا يولد الانفجار وتنفجر المدرجات بهذه الفرحه. تشواميني الى فينيسيوس. تشواميني هيلعبها امامنا هو تشيب العالي. ادي التقدم بالجانب من اللاعبين المميزين لكن دكه فيها موجوده اسماء كتير. ظل في الفتره الاخيره كان ارقام صعبه. واحده من الكرات البعيده نيلسون ديوسا. امامنا هو سدد كره قويه من نيلسون ديوسا. سجل مع ريكاردو. امامنا هو ريكاردو رودريجيز تصل الى الفارو كاريراس. كامافينجا مكمل حلو قوي. كامافينجا يلعب المره دي فورناليس عرضيه روي بيلي. يا ولد يا فالفيردي كره هدف على فكره. كرة هدف فريق بيتس. امامنا يتحرك بابلو فورناليس الدولي الاسباني اللي كان ممكن بيلينجهام يفتح اللعب. رودريجو موقف 1 ضد 1 يفك حرك رودريجو النهارده يعني الحقيقه. كاريراس يصلح كرة حلوه. كامافينجا كرة الى انتوني حافظ عليها. وادي ديوسا امامنا هو ديوسا اللي دايما هتلاقيه دايما بيسجل. شوف ديوسا لكن لم يسجل ديوسا حتى الان لكن تاني كرة على فكرة لديوسا على مجموعة تهمنا مع الأخضر السعودي. وادي الفرصة اللي عايز يعدل على شماله اتقفلت عليه مرة تانية تعود. 27 دقيقة الريال متقدم. فينيسيوس في ماركاو من نادي اشبيليا على طول الكرة العالية راسية كاوتشو. هدف واحد لا يكفي. كاوتشو أمامنا 26 سنة كاوتشو هرنانديز. اوروبا 2004 مرة ثانية في العمق الهجومي. بيتس ادي انطلاقة رودريجو ديوسا
بص اتنين لم اتنين في لعبه واحده موسم وشوط اول هنا في ملعب سانتياغو برنابيو. اللاعب هوسن وابراهيم دياز الموجود مع المغرب على طول الكوره ملعوبه حلوه قوي. جونزالو جارسيا خد قرار يا ولد يا مش ممكن اللاعب الشاب بامكانيات الشباب ولكن بمهارات الكبار امامنا. هنا الكره ملعوبه ولكن ريال بيتس يعاني على مستوى الرقابه. التحرك رائع استلام على الصدر والدوران والتسديده من الوجه المتالق في هذه الليله الوجه. وبعد كده مع برشلونه ثم مع سبورتنج لشبونه الثاني الجميل التوقيفه الترويض اللي على الصدر بشكل. وايضا اللاعب المميز بابلو فورنيل على طول كره ركنيه. رودريجو راسيه قال لك انا راؤول اسينسيو. اذا النهارده على موعد مع اولى الاهداف في الليجا الاسبانيه لراؤول اسينسيو.